السلام عليكم، ازيكم؟ الكل الفترة اللي فاتت اتكلم عن تحديثات الذكاء الاصطناعي في نسخة الفوتوشوب بيتا، ومحدش اتكلم او خد باله من التحديثات الفعلية لنسخة الفوتوشوب الأساسية اللي فعلا هتسرع معاك وقت التصميم جدا وهتطور اكتر من شغلك، لانهم 4 تحديثات هينقلوك في حتة تانية خالص. وفي الفيديو ده مش هنتكلم عن انهم طوروا السلكت سابجكت اكتر، لان ده بيحصل مع كل ابديت، ولا حتى هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي في الفوتوشوب بيتا، لاننا اتكلمنا عنه في فيديو فات هيظهر لك في الاي اللي فوق دي. عايز تعرف ايه هما ال4 تحديثات دول؟ هقولك، بس عشان اقولك انزل اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس وتابع معايا الفيديو من الاول. انتم دلوقتي بتشوفوا فيديو جديد على قناة احمد شكشك. التحديثات اللي هنتكلم عليها النهاردة هي لنسخة فوتوشوب 2023، والتحديثات دي نزلت في نسخة 2023 اللي نزلت في شهر مايو اللي هو الشهر اللي فات، شهر 5، وتقريبا مفيش حد اتكلم عنها لان الكل اهتم بتحديثات الذكاء الاصطناعي، ولكن التحديثات دي فعلا مبهرة جدا. واول تحديث معانا هو في الادجستمنت. البانل بتاعت ادجستمنتس هنا اتضاف فيها حاجة اسمها ادجستمنت بريسيتس، ودي عبارة عن بريسيتس جاهزة لو وقفت عليها كده هتبدأ الصورة تتغير معانا علشان اشوف شكل البريسيتس ده بيأثر ازاي على الصورة بالشكل ده. طيب لو انا عايز بريسيتس تانية هقدر ادوس على مور من هنا، هيطلع لي بريسيتس تانية بكاتيجوري مختلفة. يعني عندك هنا بورتري كذا بريسيتس، وعندك هنا مثلا لاندسكيب برضو في كذا بريسيتس مختلف، في كرييتيف وفوتو ريبير وبلاك اند وايت. ميزه البريسيتس ديت ايه؟ ان هي توفر عليك وقت كبير جدا في انك تقعد تعمل اديت على الصوره، وكمان انها بتنزل كادجستمنت لاير عادي في البانل بتاعت لاير. تعالوا كده نختار اي بريسيتس من هنا، مثلا البريسيتس ده اول ما دوست عليه نزل لي كادجستمنت لاير عادي، اقدر العب عليه اغير فيه براحتي زي ما انا عايز بالشكل ده. فالتحديث ده مهم جدا وهيوفر وقت كبير جدا على الناس اللي بتشتغل في اديت الصور والناس الفوتوغرافر. التحديث التاني معانا وهو اداة الريموف تول اللي تقدر تجيبها من هنا. الريموف تول الاداة دي لسه منضافة جديد، ودي بتقدر ان انت تختارها وتروح على الصورة بتاعتك، واي حاجة عايز تحذفها من الصورة انت بس مجرد انك هتلون عليها بالشكل ده كده وتستنى شوية، هتلاقيه بيبدأ يحلل البيانات بتاعت الصورة كاملة ويحذف لك الحاجة، وهتبان واقعية جدا، مش هيبان ان في اي حاجة محذوفة من الصورة. فدي خطوة حلوة جدا. اي نعم كان موجود زيها زمان الفيل، وما زالت الفيل موجودة برضو في الفوتوشوب، ولكن دي بتعتمد على السرعة وكمان فيها دقة اكبر، لان اعتقد ان هي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل اكبر. مثلا لو جينا حددنا هنا على الحتة دي كده بيشيلها ممتازة جدا. مثلا هنا الأداة رهيبة جدا. ده تاني تحديث معانا في الفوتوشوب. تالت تحديث معانا ومش عارف حد خد باله منها ولا لأ، ولكن هو التاسك بار ده، او مش تاسك بار، يعني هو يعتبر شريط جديد فوتوشوب عملته بيظهر فيه خصائص الادوات اللي بتختارها من البار بتاع الادوات من هنا. بمعنى يعني انا لو اخترت اداة السلكشن من هنا هتلاقي في التاسك بار ده او في البار ده ظهر لك السلكت سبجكت والريموف باك جراوند، دي هتنقلك على الادجستمنت لاير. اما هنا بقى بيقول لك لو انت عايز تخفي البار ده، او لو انت عايز تعمل ريست للشكل بتاع البار او البوزيشن بتاعه، يعني المكان بتاعه في الفوتوشوب، او لو انت عايز تثبت مكانه هنا هتدوس على بين فهيفضل مكانه ثابت هنا ما يتنقلش معاك. ولو جينا بالسلكشن بقى وعملنا سلكت كده هتلاقي الادوات اللي في البار ده شكلها اتغير. يعني جاب لك هنا انك تعمل ماسك على طول من البار، او هنا مثلا الترانسفورم يتعمل من البار على طول. جاب لك خصائص السلكت كلها، الفيزر والاكسباند والسموث، كل الخصائص جات لك اول ما عملنا سلكت. البار ده لو مش ظاهر عندك تقدر تروح على قائمه ويندو وهتلاقي تحت هنا تاسك بار، اعمل عليها علامه صح هتلاقيها ظهر لك هنا على طول. رابع تحديث معانا وهو تحديث كان المفروض من زمان قوي يتحط، لان في برامج تانية غير الفوتوشوب عامله، زي برنامج افينيتي عامل ده فيه، فالفوتوشوب كانت متاخره شويه فيه، ولكن هو ممتاز جدا. وانا فعلا من الحاجات اللي انا كنت بتمناها ان هي من زمان تتحط، ان احنا بقينا نقدر نعمل لايف جريدينت. هنيجي على اداه الجريدينت تول ولما نشد كده هتلاقي جاب لك الخط ده تقدر تعمل بيه لايف جريدينت، يعني من هنا تغير اتجاه الجريدينت بالشكل ده. لو جينا على النقطه ديت وعملنا كده، بص معايا الجريدينت بيبدا
المساحه بتاعته بتزيد. مثلا لما بنلعب في النقط دي بتغير المساحات بتاعه الالوان في الجريدينت. لو دوست على النقطه دي مثلا دبل كليك هتقدر تغير اللون بتاعها بالشكل ده، وهكذا النقطه ديت. طب لو عايز تحذفها هدوس عليها كده واعمل ديليت تتحذف، ادوس كده وديليت تتحذف، فبقى الجريدينت بالشكل ده. والنقطه ما بينهم ازود اللون كده او كده، واقدر اتحكم في الجريدينت براحتي في الاتجاه بتاعه من غير ما اقعد اروح للجريدينت نفسه ادوس عليه دبل كليك واعمل الزاويه وي وي وي. ووفر علينا حاجات كتير جدا كنا بنعملها في الجريدينت. وتختار الستايل بتاع الجريدينت بتاعك كده، هتلاقي شكل البار اتغير معاك لما بتغير الستايل بتاع الجريدينت من فوق بالشكل ده. ولو غيرت الجريدينت من هنا هو هيتغير معاك اوتوماتيك هنا. ولو رحت عملت سيلكت على اللاير بتاع الجريدينت هيتظهر لك تاني اللايف جريدينت وتقدر تتحكم فيه براحتك بالشكل ده. بس كده يا صديقي، دي كانت كل التحديثات اللي نزلت في نسخة فوتوشوب 2023 من اول تحديث شهر مايو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك ليه علشان ده بيفرق معايا جدا، واشتراك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وفي النهاية، وإن أخطأت فهو مني، وإن أصبت فمن الله. كان معاكم أحمد شكشك، سلام.